محدش هيقولك اسرار الفول بتاع العربيات غيري. النهارده كده هنعمل فول علشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا رب، يا رب نتجمع على خير وفي الخير يا رب. النهارده كده عامله معاكم حبه فول كريمي، طعمه كده سكره، يتاكل حاف من غير اي حاجه. الفوله دايبه لوحدها كده بتدوب في البق، ولا احتاجنا اي افتكاسات. مكونات بسيطه موجوده في كل بيت، هنعمل احلى والذ فول ممكن تكونوا دقتوه في حياتكم. واهم حاجه في الفول ان ما يبقاش مسود معانا، وما تبقاش القشره فاصله عن الفوله وتحسي كده انك بتاكلي قشر وبتاكلي فول لوحده. اهم حاجه يبقى الفول معاكي كريمي وطعمه لذيذ ولونه مش اسود. تعالي كده اقولك على كل الاسرار، بس قبل ما نبدا ما تنسينيش في لايك حلو كده وتابعيني علشان يوصلك كل جديد. واول حاجه معايا في المقادير نص كيلو من الفول المدمس، وعليه كوبايه من الفول المدشوش غسلتهم كويس جدا وشلت اي فول يبقى مش كويس. وهبدأ كده أضيف حوالي لتر من المية أو على حسب الكمية اللي عندك، ويفضل المية السخنة لأن المية السخنة هتساعد إن الفول يستوي معانا بسرعة لما نضيفه في الدماسة أو في الحلة العادية. وكده بعد ما الفول يبقى عدى عليه حوالي ساعتين ونص، والأفضل ما نسيبش الفول أكتر من ساعتين، يعني من ساعتين ل4 ساعات بس، علشان الفول ما يبقاش كله مية ويبقى تطعيمته مش حلوة. وهبدأ كده أضيف كوباية من العدس الأصفر، والعدس الأصفر مهم في الوصفة دي قوي علشان يديكي لون حلو وطعم حلو قوي. وهبدأ اضيف معلقة كده كبيرة من الكركم. الكركم بيدي لون حلو للفول، ما بيخليش الفول يسود معانا. وانا مش من الناس اللي بتحط ليمون على الفول وهو بيستوي نهائي، ما بحبش خالص الطريقة دي. جربوا بس الطريقة بتاعتي وهتعجبكم، وانا واثقة ومتأكدة انكم لو جربتوه بنفس الطريقة عمركم ما هتغيروها. وبعدين كده بدأت أضيف المية السخنة، وأهم حاجة نضيف مية سخنة علشان الفول ما يغيبش معانا على النار وياخد وقت طويل. وهبدأ كده أخد الفول على النار كده، واهم حاجة تبقى النار هادية جدا، يعني تبقى شعلة زي الشمعة كده بالظبط، علشان الفول يستوي على نار هادية ويبقى طعمه كريمي. وكده ما نستعجلش عليه في التسوية، يعني نسيبه على قد ما تقدري لحد كده ما يبقى كريمي. وانا الفول اخد معايا حوالي ساعة بالظبط، يعني ما خدش اكتر من ساعة، لان كل حاجة يعتبر الفول منقوع كويس، التسوية مظبوطة على نار هادية. زي ما انتوا شايفين كريمي معايا، مش مسود خالص، طعمه خطير ولونه احلى بكتير. يمكن تكون الكاميرا بتاعتي ظلماه، بس والله لو جربتوه بنفس الطريقة هتعجبكم وعمركم كده ما هتغيروها. واحلى والذ فول ممكن تاكلوه في حياتكم لما تحطيه في طاجن او في زبدية عندك ومعلقة سمنة او معلقة زيت، وهتغير لك طعم الفول تماما. شايفين لونه اخضر ربيعي كده زي بتاع العربيات بالظبط. الحاجة اللي نقدر نعملها في البيت نعملها بكل سهولة. وزي ما بقول لكم شعارنا دايما في الحياة ان احنا نقتصد في اي حاجة ممكن نقدر نقتصد فيها. الفول من اسهل الحاجات اللي ممكن نعملها، ومن اصعب الحاجات لو انت مش عارفة التكات معينة هتبقى بالنسبة لك صعب. زي ما انت شايفين مفيش قشرة فاصلة عن الفولة، مفيش لون مسود، كريمي قوي، زبدة تحس انك كده بتاكلي زبدة ما شاء الله. تعالوا كده هقول لكم التفريز والتخزين. الفول هتجيبي كوبايه معاكي وتبداي تحطي الكميه اللي انت عايزاها، يعني على حسب عدد افرادك. ابداي بقى احفظي الفول واحفظيه في اكياس تلاجة، هيقعد معاكي من السنه للسنه. بس الافضل انك ما تحطلوش ملح، علشان انا واحده من الناس لما بدمس الفول وبحط له ملح، لما باجي اسويه بنسى خالص ان انا حطيت ملح، فبالتالي بحط ملح مرتين، وكده هنبوظ القمر والعسل اللي احنا عاملينه. ده ما يتسماش فول والله. تمام. يبقى كده هقول لكم المقادير تاني: نص كيلو من الفول المدمس، كوبايه من الفول المدشوش، كوبايه من العدس، معلقه من الكركم بس. طبعا لو انت حابه يبقى لونه محمر هتشيلي معلقه الكركم وتحطي معلقه بابريكا وتحطي طماطميه كبيره. انا ما بحطش ليمون خالص. الناس اللي بتقول ان الليمون مهم جدا في الفول عشان ما يسودش معانا، زي ما انتم شايفين الفول مش مسود خالص، طري لذيذ، طعمه كده ما شاء الله يفتح النفس. اتمنى اكون افدتكم.